الاستاد والانطلاق لمباراة ستجمع بين فريق المغرب التطواني بجماهيره العريضة في المدرجات التي ينبغي أن تكون حاضرة للمساندة والتنقل كبير أيضا لجماهير فريق الجيش الملكي التي ينبغي أن تكون بمدرجات هذا الملعب، ملعب سيري ترمل هنا بمدينة تطوان. لحظات وستعطى ضربة البداية، لكن دعونا قبل ذلك في حوار الطرفين، في حوار الباحثين معا على الثلاث نقاط النغوص في عالم التشكيلة وأيضا التشكيلة الخاص تقدم نعم للجانبين معا. أعطيت صافرة البداية ومع الانطلاق خطأ على مستوى التغطية، محاولة الانطلاق، فرصة إمكانية تسجيل الهدف الأول، فرصة تصويبة، محاولة من جانب فريق الجيش الملكي، الانطلاق من الجهة اليمنى عن طريق حمزة إيغمان اللي كان بإمكانه أن يستطرد الكرة الماضية، لو أنه مرر كان سيضع تحرر من كل الضغوط، يبحث في الخطوط الأمامية عن الكرة. دوري أبطال أفريقيا من خلال مواجهة قوية أمام فريق مع ميلودي سان داونز. الجزاء محاولة ممتازة لكن لم تكتمل، لعبت بشكل صحيح تمريرة يوسف الهواري اللي مشات للجهة اليمنى لعملية هجومية، محاولة من حمزة، تصويبة، هذه محاولة أخطر، هذه كرة مرة ثانية من أقدام نفس اللاعب حمزة إيغمان، حمزة اللي كان بإمكانه أن يضرب أكبر على مستوى الخط الهجومي. كرة من الجيش الملكي، فرصة ومباشرة إلى خارج الخط الخلفي للملعب، ضربة مرمى تأتي في هذه اللحظات مع المتابعة من حد إيمانويل. ماذا يفعل؟ يرفع هذه الكرة داخل منطقة الجزاء، فرصة مواتية من جانب فريق الجيش الملكي وضربة مرمى يقول المحمدية. كل مباريات كانت انتهت بأتعب. كرة أمامية ومباشرة صوب الحارس، مباشرة يبحث عن الانسلال او التصويب، من يختار تمريره، كرة وتصويبه ولكن بعيدة الى اين؟ لامين دياكيتي يفقد البوصلة في الخط الامامي وتصويبه بعيدة مباشرة الى خارج الخط الخلفي. تتوالي كرة امامية من رضا سليم، ينطلق رضا، يمشي رضا، يمرر رضا، كرة في المرمى والهدف الاول لصالح فريق الجيش الملكي، لكن الراية مرفوعة والصافرة مسموعة ويلغى الهدف. السقوط في المحظور، مشروعية الهدف الماضي في المحاولة الماضية والخطوط الوهمية تؤكد ذلك من خلال هذه الصورة. تنويرا للجمهور اعتقد انه هو اللي سقط على يستلم هذا من الفاتي، يرفع لي كرة رأسية ولكن مباشرة الى خارج الخط الخلفي للملعب. المحاولة والطريقة في بناء العملية الهجومية، شاهدوا كيف أتت في عنوان الفوز والظفر بالكاس. كرة ممتازة على مستوى خط الامامي، يبحث عن رفع هذه الكرة عن الانسلال، ماذا يختار؟ المراوغة، عملية المرور، لكن يعطي الإذن لرفع هذه الكرة داخل منطقة الجزاء، محاولة، فرصة، إمكانية تصويبة من محمد ربيع حريمات، مرة ثانية عملية هجومية كترجع عند رضا سليم، تصويبة، فرصة بالراس ومباشرة للزاوية. يضغط الجيش الملكي، يضغط شيئا فشيئا وهو يبحث في الخط الأمامي عن الحلول، عن السبيل، عن الطريق من أجل الوصول. رضا سليم كيرفع الكرة ديالو أمامية، محاولة سقوط داخل منطقة الجزاء، الحكم يقول وصل اللاعب، ليس هنالك أي شيء، والكرة بين يدي الحارس يحيى لامين دياكيتي. لامين دياكيتي جاته الفرصة الآن، كيحاول يمر أمام جوج ديال اللاعبين، ضاعت له إيمانويل والحكم يتدخل، يقول هنالك مخالفة لصالح فريق المغرب التطواني بالضبط. رجع مرة ثانية لتكون من جانب رضا سليم والتصويبة ديالو هو هذا دين دراك العام كيقوم تصويبة مباشرة إلى خارج رقعة الملعب. محاولة إيمانويل مدافع سيرفع كرة داخل منطقة الجزاء، هذه فرصة بين التمرير والتصويب، كانت الكرة الماضية ولكن مباشرة إلى خارج الخط الخلفي للملعب. عملية من العملية الهجومية، هذا من الفاتي كيرفع كرة داخل منطقة الجزاء، الجهة اليسرى نفس الأسلوب، رفع الكرة داخل منطقة الجزاء، هذه فرصة ديال التصويب، الأول حمزة كمان. تحدثنا عن هذا اللاعب من زمان، قلنا انه صغير السن ب 21 سنه فقط، العنصر المضيف في الخط الامامي في الجيش الملكي، يتمكن من وضع الكره في المرمى. 1-0 يتحرك الهواري، ماذا ينطلق، يفعل من الجهه اليمنى، يحاول تاتي في هذه اللحظات كره داخل منطقه الجزاء راسيه، كره الهدف تضيع،
محاولة من جانب عادل الحسناوي طويل القامة. فردوسي هلال كرة أمامية دخول داخل منطقة الجزاء تنبوانية لكن بعيدة لم تنتهي نجمة خارج خط جانبي الملعب من جانب صوابيه الاماميه. فرصه في اتجاه دياكيتي يخرج الحارس يحيى مراوغه ممتازه لرامين دياكيتي ينطلق بالكره ديالو. فرصه بنجاة صويب رامين دياكيتي كينسال صويبه ولكن هنالك تغطيه من جانب الدفاع. انقاذ لتغطيه كره من جديد تطوانيه. فرصه من اجل اختراق الدخول داخل منطقه الجزاء. ماذا هناك؟ الحكم يقول ليس هنالك اي شيء. شوفوا تمريره جانبيه داخل منطقه الجزاء. فرصه راسيه ولكن هنالك تغطيه ديال الحارس يوب الكرد اللي كيتمكن من ايقاف الكره. قل امام التطواني كره تمريره اماميه محاوله داخل منطقه الجزاء ولكن هنالك ايمانويل يبعد الخطوره امام الانطلاقه الهجوميه والمحاوله. ايوب الكرد كره تنفذ داخل منطقه الجزاء راسيه محاوله في المكان المناسب يتمكن من ايقاف الكره الماضيه. الاستعانه بالكره الطويله اماميه صويبه. محاوله جميله من لاعب اللي التحق برقعه. يلعب الكره ديالو ادم النفاتي يحاول يصوب صويبه. كره تطوانيه جهه اليمنى اتجاه حذيفه تمريره داخل منطقه الجزاء صويبه ولكن ما تمكنش من استثمار ديالها بشكل مناسب. تمريره فرصه اتجاه دياكيتي كيصواب. يضيع كرة الهدف. كرة في الخط الامامي كان بامكانه انه يستثمرها لاعب فريق الجيش الملكي.